أدوية كثيرة يأخذها المريض ولا يشفى. إجبار المريض وتوصيته من قبل الطبيب على أخذ الأدوية من صيدلية معينة بحجة أن العلاج الأصلي موجود فيها. شلونك دكتور؟ شلون الصحة؟ شلون أمورك؟ أحوالك؟ طبعا دكتور أنا المندوب العلمي لشركة إكس. نعم. طبعا أكيد دكتور حضرتك تتعامل كثير من الحالات اللي تحتاج مضاد حيوي. نعم. فعال جدا. نعم. فشركتنا تقدم لك المنتج إكس. أوكي. بسعر كلش مناسب للمريض اللي هي $5. طبعا دكتور أكيد حضرتك راح نقدر جهودك $2 على كل قطعة. بس $2؟ لا طبعا دكتور، ونوصل الكمية إلى 1000 قطعة راح يكون بها سفرة لتركيا ل5 أيام مشمولة كافة التكاليف. تمام، حلو، نتوكل على الله. موفر بالصيدلية؟ إن شاء الله. ممنون حبيبي دكتور، شكرا جزيلا. التعاملات المشبوهة بين شركات الأدوية غير الرصينة وبين الأطباء والصيدليات تتم عن طريق مندوبي هذه الشركات بعروض مغرية من نسب أموال على الأدوية وسفرات استجمام في دول متعددة وهدايا تصل حد السيارات الفاخرة. اعترافات جريئة من قبل أليف جيم، والذي يعتبر من الأشخاص النزيهين الذين صحوا لخدمة بلدهم، سيكشف لنا أهم التعاملات بين شركات الأدوية الأجنبية في التعامل مع الأطباء والصيدليات. مرحبا أليف جيم. أهلا وسهلا. طبيعة عملك؟ تسويق لبعض الشركات الأدوية. كمندوب؟ مندوب علمي، اللي مهمتي إنه أسوق للأدوية والشركات للأطباء. يعني طريقة عملي هي تسويق وتوصيل فكرة هذه المادة للطبيب، وبعدين الاتفاق مع الصيدلية لتسويق هذه المادة. صورة صحيحة شرعية أم غير شرعية؟ بالبداية قبل ما أنتمي لهذا المجال كان كل ودي أنه أفيد أبناء بلدي بتسويق هذه المواد لإيصال فكرة أنه هذه المادة راح تفيد الشعب العراقي وراح تطور من العلاج اللي يوم بعد يوم دا يسوى بالعراق. بعد دخولي لهذا المجال تفاجأت أنه غالبية شركات الأدوية اللي تسوق لهذه الأدوية هي ما يهمها صحة المريض، يهمها الربح المادي فقط. يعني أنا هذا العلاج ممكن يستعمله أبويا، ممكن تستعمله زوجتي اللي هي حامل، ممكن تستعمله في أحد الأحيان. أنا هم أخاف على زوجتي وأخاف على ابني المستقبل. مستعد ترافقني بجولة على المداخر؟ أهلا وسهلا بك. بكل رحابة. تفضل. متشكر. يعني هسه راح تيجي تلقى هواي مداخر. هذه المداخر تريد انه تسوق للماده مالتها باي طريقه، مهما كانت الطريقه، لو كانت انه طريقه قانونيه او طريقه غير قانونيه، المهم انه يقول لك انا عندي ماده اريد اربح بيها. لازم يستفاد. لازم استفاد. يعني مثلا هسه انت من تجي تفتر باي مكان بصيدليات دوائيه هوايه، راح تلقى مساله انه الصيدليات الديرتي اللي احنا نسميها بشغلنا ديرتي، صيدليات الكلين. زين انت اساسا ليش بدك تكشف عن هاي الامور؟ هوايه من الشركات. انت مندوب. تمام. يعني مستفاد من هذا الشغل؟ طبعا مستفاد، بس مو تعبنا من الشغل الديرتي، احنا نشتغل نظيف، احنا تعبنا على روحنا واخذنا شهادات مرتبه، نقدر نقول هي احسن شهادات موجوده بالمجتمع. تمام. ليش الطبيب عنده راتشيته خاصه باسم الصيدليه الفلانيه او المختبر الفلاني او السونار الفلاني؟ استاذ حبيبي، اكو هواي من الاطباء يقول لك اني الروتشتات مال المرضى مدى تكفيه الانكم الوارد اللي جاي من الفلوس، مدى يكفيه، فيقول لك اني جشع اكثر، احتاج لوارد اكثر، فيتفق يا الصيدليه. اذا لحظه، اذا اي طبيب يمتلك وصفه صيدليه معينه بها اسم الصيدليه الفلانيه هو يحمل صفه الجشع؟ 100%. يعني ماكو طبيب يسوق لصيدليه محدده هو مجرد بس انه عاجبته شغل هاي الصيدليه. انت بعد ما كشفت هاي الامور عرفت الشغل الديرتي؟ الشغل الديرتي هذا باب رزق، ما تقدر تقول انا اعوفه، مستحيل، لان انت اذا كان باب رزقك على هذا الشيء تصحح تحاول تغير بس لازم انه هذا باب رزقك انت، اذا اعوفه منين اقدر اكل؟ يعني راتب المستشفى ما يكفي. شكرا.
أول شيء يبدأ بالتعاملات الأدوية أنه بعض الأطباء يكتب وصفة لا يمكن قراءتها من غير الصيدلي الذي اتفق معه مسبقا على صرف العلاج. هناك اتفاقات مع شركة الأدوية أو مندوب شركة الأدوية والصيدلية في ذات الوقت بتخصيص مثلا جزء مبلغ مالي أو هدية معينة أو حتى سفرة سياحية لصاحب الصيدلية وأيضا الطبيب، حين يصل الطبيب إلى مثلا تصريف مثلا 5000 قطعة أدوية من نوع واحد من شركة واحدة في الشهر الواحد، ربما يحصل على سفرة مثلا إلى فرنسا. يمشون بضاعة، تعتبر بضاعة يمشوها بالاتفاق بين الطبيب والمندوب، ومقابل رحلة مقابل مبلغ مادي، والضحية طبعا دائما هو المريض. قد تكون هاي الشركات اصلا ما مفحوصه او داخله بصوره غير رسميه. اكثر العروضات تجي لكم لو تجي للطبيب اللي يكتب الوصفه؟ الاثنين، يعني جرات تجي للصيدلي والصيدلي هو اللي يروح للطبيب، وجرات لا تروح للطبيب والطبيب يرجع للصيدلي ويصير اتفاق. وبغض النظر عن بعض الأطباء الشرفاء الذين لا يتعاملون بالاتفاقات المشبوهة، يبقى ضمير الطبيب المختص هو الرقيب بعد أن ضاعت واختفت رقابة الجهات المختصة على هذا الأمر الخطير، والذي أعده الكثيرون بأنه من أكبر مافيات الاتجار بالموت، فهم يتاجرون بأرواح المرضى ويمتصون أموالهم إرضاء وإشباعا لطمعهم وجشعهم. لبرنامج حبر أبيض، فالح هادي، قناة العراقية.